ازيكم؟ ما ينفعش تقول لواحد فقير الفلوس مش كل حاجة. العبارة دي لو صدقها الفقراء هتأثر بالسلب على السعي المفروض منهم زي أي عائل لتحسين الأحوال، وحيث إنهم قاعدين في الفقر فهتلاقيهم ما يصدقوا أي حاجة تطمنهم إن قعدتهم دي أحسن حاجة، ويبقوا متربصين بأي شر يحصل لحد من الأغنياء علشان يقولوا صحيح الفلوس مش كل حاجة. وده يخليهم قاعدين بقى في فقرهم ومطمنين لقعدتهم في هذا الفقر. هو الرجعية الدينية لما بتسيطر على العقل بتخلي الإنسان أقرب لأنه يرضى بالحال اللي هو عليه، ويبقى سعيه لتحسين حاله محبط. الطبيعة الإنسانية غير كده، الطبيعة الإنسانية بتميل بالإنسان لأنه يستمتع بحياته ويعيش حياة أفضل، لكن هي كمان فيها القدرة على خداع الذات، والعقل فيه انحيازات معرفية وإدراكية بتخليه يقدر يصدر لنفسه الاشتغالات أو التحويرات اللي بتخليه يقبل أوضاع ما تتقبلش في العادي. مجمل الرجعية الدينية أو المفاهيم الأساسية في الرجعية الدينية مع الفقر، ويمكن ضد الأغنياء. ده استطراد في الموضوع اللي أنا عاوز أتكلم فيه. أنا مش هدفي إن أتكلم في الفقر والغنى تحديدا، لكن هي فرصة أقول لك إنه مفهوم الرزق موجود في الرجعية الدينية أساسا، ووراه إنه رزقك مكتوب لك منذ الأزل. كل شيء مكتوب من قبل ما تتولد، مكتوب شقي أم سعيد، وهتاخد إيه من كل شيء. العقل المصري استجابة للإلحاح عليه بالرجعية الدينية 1400 سنة متصلة طلع بقى مجموعة من الأمثال والحكم والأدبيات اللي بتترجم برضو يمكن الاضطراب النصي اللي مش بيعكس بالظبط زي ما ممكن حد يفهم. اضطراب مفاهيمي يعني ايه؟ يعني في مفاهيم تحتية أساسية بتحكم النظرة الرجعية للعالم. يمكن يكون منها إنه الرزق ده شيء نهائي، ومش مش هتعرف تغير نصيبك أبدا، وتجري يا بني آدم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. ده تعبير العقل الرجعي، العقل المصري، نتيجة سيطرة الرجعية عليه. وتجري يا بني آدم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش، ومحدش بياخد غير نصيبه، ويرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه، وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي إلى آخره. مفهوم الرزق في حد ذاته مدمر، فلما تحط عليه بقى تدمير القدر والنصيب وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ إلى آخره، هتعرف إنه لابد تكون النتيجة إنه إنسان الرجعية الدينية بيبقى دماغه مليانة بما يحبطه عن السعي، وإن كان استجابة للطبيعة البشرية اللي فيها رغبة في الاستمتاع بالحياة، ويمكن كمان نظر لما ما هي عليه الحياة الآن من حضارة ورخاء. فممكن بعض الناس تبقى عندها رغبة في إنها تسعى يعني وتحاول تغير واقعها، لكن برضو ده مش هيبقى زي بشرية حرة من أساليب التفكير القديمة. فهتلاقي بقى كلام زي إيه، اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، والرزق يحب الخفية، وهكذا. برضو تناقض نصي، لكن في العمق في المينستريم لا، هي الرزق هو الأساس. إحنا رزقنا مكتوب منذ الأزل، وأصلا الحياة معبر، وإحنا يعني ما إحناش أهل حضارة وإنتاج وإبداع، إحنا أهل غزو، عندنا غزوة بكرة، وغزوة بكرة تحب الفقراء. يعني سهل تجنيد الفقراء للغزو والقتال،
من وصعب شوية أو أصعب من كده إنك تجند ناس أغنياء. في حديث منسوب للرسول بيقول ابن عوف يا ابن عوف إنك لن تدخل الجنة إلا زحفا، أو بما معناه يعني إنه الجنة صعب عليك قوي، مع إنه من المبشرين بالجنة بيتهيألي. هو مش مهم بالنسبة لي يعني أتأكد من المعلومة، بس هو الفكرة إنه ابن عوف ده كان غني والمعنى إنه عشان أنت غني يعني فدخولك الجنة مش سهل، فدخول الجنة للفقراء يعني هيبقى أسهل ومعظم أهل الجنة من الفقراء وحاجات كده. فهو يعني مجمل الليلة حتى نص من حيث النصوص لا هي ميالة للفقراء والفقر وضد الأغنياء والغنى. لكن حتى لو تواجدت نصوص معاكسة أو متناقضة، فطبيعة الرجعية الدينية إن فيها التناقض، بس هو يبقى تناقض نصي وظاهري. إنما في العمق لا، مفيش تناقض. هو في العمق المفاهيم الدينية الرجعية الأعرابية القديمة المهيمنة على العقل والحياة في مصر 1400 سنة متصلة تميل ناحية الدعوة للقعود واعتبار الدنيا معبر وآخرها متر في متر يعني، ومحدش بياخد غير نصيبه والكفن غير جيوب إلى آخره. يعني اقعد بقى، رايح فين يا عم؟ فأنت بقى إيه، مش هينفع تقول لواحد فقير ما معهوش كحيط الفلوس مش كل حاجة، أو مش هينفع هو يقول لنا كده. لا، هو لو قال كده يبقى ده معناه إيه؟ هو غالبا هيقول كده بس عشان خاطر إنه بما إنه قاعد في فقره فيبقى بيدور على أي حاجة تطمنه إنه قعدته دي أحسن حاجة، فهيقول لنفسه الفلوس مش كل حاجة، وده قصر ديل. بس هو طبعا هيبقى متربص بأي شر يحصل لأي حد غني علشان يأكد المعلومة اللي في نفسه. هو أصلا كل الناس بتحصل لها شرور يعني. ممكن واحد غني يجيله سرطان، فتبص تلاقي الفقراء يقول يا سلام شوف. أو يبقى واحد غني بس عنده مشكلة ما يعني، مصدر ما للتعاسة في حياته، ابنه يعمل حادثة، مش عارف يعمل حادثة ويموت مثلا، أو تبقى حاجة فظيعة مثلا يحصل له إعاقة أو بتاع. الشر مال الدنيا أصلا وبيحصل للغني والفقير. بس بقى الانحيازات الإدراكية والمعرفية بتخلي الإنسان اللي قاعد في الفقر يقول إيه لما يشوف مصيبة عند الغني؟ بص شفت، الفلوس مش كل حاجة. آه، أنا بقى لما أكون غني وقاعد في منتجع فاخر حواليا الحاجات والمحتاجات، ممكن أحس بملل، زهق، يحصل لي مكروه، شوية تنميل في عظمة الترقوة، مغص في حواجبي، أي حاجة. هنا بقى ممكن يفيدني أقول لنفسي يا عبد شكور، صدق من قال الفلوس مش كل حاجة. هو المسألة أصلها نسبية يعني مفيش حاجة في المطلق. السياق إيه؟ والله لو أنا غني وقلت لنفسي الكلام ده فده ممكن يساعدني على فهم أعمق للواقع البشري، بحيث أكون عندي تعاطف إنساني، بداية من الشعور بالناس اللي عندها ترقوة ممكن تنمل. أقوم بقى مثلا أعمل جمعية لمساعدة مرضى الترقوة، أتبرع لجمعية زي كده، أعمل خير يقعد لي في حواجبي، أساعد محتاج، أتواضع، أفهم إني مش مركز الكون، أعمل مراجعة لمسيرتي الذهبية ما بين البنوك والبورصات والأسهم والدولارات. أوكي يعني ماشي إلى آخره بقى. إنما أنا يعني كراجل فقير ما ينفعش أقول لنفسي الفلوس مش كل حاجة. لما تبقى معايا كل الفلوس، لما تبقى معايا فلوس زي كل الناس يعني، أو فلوس كتير، ساعتها أقول بقى إيه الفلوس مش كل حاجة. والمقدمة الطويلة أوي ديت عشان أقول لك إنه بتوع ما بعد الحداثة في السياق الغربي هم الغني اللي يفيده يقول الفلوس بين قوسين الحداثة مش كل حاجة. يعني أنا وأنا في الغرب اللي نجحت تجربته مع الحداثة قدم نموذج للحداثة لعله الأنجح أو هو الأنجح الحقيقة دلوقتي، وقدم خدمات
عظيمة جدا للبشرية كلها، وإحنا بنستمتع بخيرات الحضارة الغربية نتيجة الحداثة. فهو كويس بالنسبة له إنه يقول لنفسه إنه الفلوس مش كل حاجة، أو الحداثة فيها مشاكل. يعني القصد إيه؟ إنه يقول لنفسه والله الحداثة مش كل حاجة، يعني كأنه هيستفيد من دوت، أو هيصلح المسألة، أو يتأمل مسيرته المظفرة مع الحداثة، يبص لورا ويشوف كده التجربة أخبارها إيه. زي بالظبط الغني لما يقول لنفسه الفلوس مش كل حاجة، ويبدأ يعيد تقييم التجربة اللي عاشها، ويشوف ممكن يخليها أفضل إزاي، أو يعني يستفيد من ده في إنه حياته تبقى أفضل فيما بعد. إحنا هنا في مصر ما ينفعش نقول لبعض الحداثة مش كل حاجة. كده يبقى بتضحك علينا الإرادة الرجعية في إن إحنا نفضل فقراء بعروية قاعدين في البعرانة متربصين بسلبيات الحداثة أو الحضارة. هي الحداثة يعني إيه؟ الحداثة يعني الخروج من أساليب التفكير الدينية الرجعية الأعرابية القديمة بالنسبة لنا احنا، لأنه الرجعية الدينية هي المسيطرة على العقل 1400 سنة متصلة، هي اللي مشكلاه ومشكلة الواقع بالتالي، لأنه العقل ده هو اللي بيشكل الواقع، هو اللي بيعمل اختيارات تعمل الواقع. فما ينفعش إحنا وإحنا ما عندناش حداثة نقعد نعيب في الحداثة، أو نقول عيوبها كذا وكذا وكذا فوحش. لا، ما يلزمناش. لما تبقى عندنا نبدأ بقى إيه، نشوف كده التجربة ونشوف الأخطاء إيه لما يبقى عندنا حداثة فعلا. فإحنا هنبقى لما نبقى وإحنا في فقرنا أو في رجعيتنا قاعدين نقول الفلوس مش كل حاجة، يبقى كده إحنا زي الفقير اللي متربص بالمصيبة اللي تحصل عند الغني علشان يقول الفلوس مش كل حاجة. نبقى متربصين بسلبيات الحداثة أو الحضارة، حتى اللي كان زمان منقضى في التجربة الغربية، بل بنشتغل نفسنا باختلاق وترويج الإشاعات أو الأكاذيب والزيوف عنها أو عن الحضارة ديت، ونقول صدق من قال الحداثة مش كل حاجة. أدي الرجل الغني هو أوروبا، الراجل اللي عنده حداثة أهو عبد الشكور اللي هناك ده هو جاله سرطان في الترقوة، شعر حواجبه طقطق من الهم والقلق، ولا دايم غير وجه الله، آخرها متر في متر، واجري يا عبد صمد جري الوحوش، غير بعرك لم تحوش. نام يا حبيبي نام، اوعى الحداثة دي خطر على عظمة الترقوة، دي بتجيب مغص في العراقيل، البعر، الفقر حشم. احنا كده نبقى بنضر نفسنا. يعني يستفيد الغربي من أن ينقد الحداثة هذا النقد الشديد، تجربته في الحداثة، سلبيات مسيرته الحديثة أو مسيرته في التاريخ، هو يستفيد من نقدها. إحنا لا، ما نستفيدش، أو حتى لو اطلعنا على ده لازم نطلع عليه بمنطق مختلف عن فكرة إن إحنا إيه، نتربص علشان نقول الحداثة وحشة. مثقفين الحشاشة الدينية عندنا بيجيبوا من فلسفات ما بعد الحداثة اللي هي إيه؟ اللي هي الفلسفات اللي بتنتقد الحداثة، هي بتنتقد سلبيات تجربتها الغربية. فمثقفين الحشاشة الدينية عندنا بيضخموا السلبيات دي، بل ممكن يختلقوها، وده يشتغل كويس مع الزيوف اللي بيقولها الفقريين الرجعيين البعروسنتريك وأعلامهم زي شيخ الأزهر، بهدف زيادة الحاجز بيننا وبين الحداثة. الحداثة دي بيسموها غزو ثقافي. البعروسنتريزم اللي هي الرجعية الدينية أو هيمنة
الخرافة العربية القديمة على حياتنا 1400 سنة متصلة عندها مجموعة من الأسس أو المنطلقات اللي لا غنى عنها. من أهمها فكرة إن إحنا عندنا غزوة بكرة، إحنا أهل غزو، فيعني مش بتوع إنتاج إحنا وإبداع وحضارة، إحنا بتوع غزو وقتال. الغزو اللي يحب الفقراء، الغزو اللي يحب الناس تفضل في فقرها، في بعرنتها، في رجعيتها. إحنا بنحط الرجعية قصاد الفقر أو بنمثل بيه للفقر، وبنمثل الغنى بالحداثة. والحقيقة إن الرجعية هي اللي جلبت علينا الفقر والتخلف. ولازم هتيجي مناسبة علشان خاطر نشرح من تاني، كنا عملنا الحكاية ديت في القناة القديمة، لكن هتيجي مناسبة عشان نشرح من تاني إزاي الرجعية الدينية تجلب علينا الفقر أو جلبت علينا الفقر والتخلف، وإزاي هي سوف تجلب علينا لو فضلنا في مسيرتنا الحالية مستسلمين لهيمنة الرجعية الدينية على عقلنا. فلا بد أنها سوف تجلب علينا إضافة للتخلف والفقر، سوف تجلب الفوضى، وربما انتهاء مصر كوحدة جغرافية لأول مرة في التاريخ. المهم، مثقفين الحشاشة الدينية عندنا خطر كبير. هم بيساهموا في تضخيم الحاجز بيننا وبين الحداثة بأنهم بيركزوا على الأخطاء والمفاسد والشرور أو الأعراض الجانبية للمسيرة الغربية في الحداثة. إحنا لا ننفي أن هناك أخطاء وهناك شرور وهناك مفاسد، لكن بالتأكيد هذه الشرور وهذه الأخطاء هي أقل بكتير من اللي موجود في الرجعية الدينية، وهي كمان أشياء بتتصلح أو في سبيل التصليح يعني. لكن الرجعية الدينية عندنا مسيطرة تماما على الحياة، وعاملة تشكلات بشرية كتير، منها المشايخ اللي هم الراجعين الدقناجية بشكل مباشر والجماعير بتوعهم، والمتعلمين والمثقفين الانتليجنسيا عندهم برضو توجهات دينية رجعية، وعندهم أو على عقولهم سيطرة دينية رجعية، أحيانا بيعبروا عنها بشكل غير مباشر فيما نسميه إحنا مثقف بالحشاشة الدينية. ده بيشتغل ويقول خطاب يبدو إنه عقلاني لكنه في جوهره ديني رجعي أعرابي قديم، لأنه مخه ممتلئ أو منحوت في ظل الرجعية الدينية وشغال بقوالب دينية رجعية زيه زي أي حد تاني، بس بيعبر بشكل مختلف. إحنا عملنا سلسلة في قناتنا القديمة بعنوان نظرية الحشاشة، ولعلنا نضطر نعيدها هنا، وكنا جبنا أمثلة للحشاشجية أو مثقفين الحشاشة الدينية، وقسمناهم إحنا ل3 طبقات. طبقة واضحة وصريحة، ساعات تقول قال الله قال الرسول، مثال دكتور عمار علي حسن. وطبقة يعني ممكن نقول طبقة تانية ما بيقولوش بالصراحة والوضوح يعني قال الله قال الرسول خالص، لكنهم طول الوقت طبعا بيخدموا الرجعية الدينية. وطبقة ثالثة شديدة المراوغة، صعب تكتشفها وعمرها ما تقول قال الله قال الرسول طبعا، لكنها دايما تنتهي لما يريده أو لما تريده الرجعية الدينية. دايما بيؤيدوا المراد الرجعي، دايما بيدعموه. فالمراد الرجعي في علاقتنا بالغرب هو الكراهية، إن إحنا في صراع مع الغرب. الغرب بالنسبة للرجعية الدينية هو عدو، هو عدو تتعامل معه الرجعية الدينية بعقدة النقص والاستعلاء، بتنظر له بكراهية شديدة وبتكره أتباعها فيه علشان ما يحصلوش بين قوسين فتنة. الغرب ناجح بمركزية العقل بالحداثة، في حين الرجعية الدينية عاملة واقع زي ما احنا عارفين
مليان شر ومفاسد. وأنا من مقولاتي اللي أعتقد أني آه، عندي ما يبرر أن أقولها، أنه كل خير في حياتنا أساسه الحداثة، وكل شر أساسه الرجعية الدينية. فلما تبص كده في جماهير غارقة في بول البعير، غارقة في الرجعية، وبعدين تيجي تبص على الغرب الناجح، فلا بد انه النضاره اللي يبصوا بيها تكون ملعوب فيها، بحيث يشوفوا في الغرب كل شر وسوء وما يشوفوش الخير، ويتعلموا ازاي يتعاملوا مع هذا الخير بالنكران، بالجحود. الكراهية بتبقى بتعمي. فاحنا عارفين طبعا الراجعيين عموما بيختلقوا أكاذيب وزيوف عن الحضارة الغربية دايما إنها شريرة، وبيسموا الحداثة غزو ثقافي. وطبعا احنا قلنا انه الرجعية من الأسس بتاعتها ان احنا عندنا غزوة بكرة. ف بتوع غزوة بكرة دول اللي هم عايزين الناس فقراء، عايزين الناس بعريين فقريين، لازم يظبطوا الدنيا يعني. فيقولوا لهم انه الحداثة دي شر كبير، وهي عبارة عن غزو. وطبعا هم دماغهم كده، دماغهم صراعية غزواتية، فتلاقي تشبيهاتهم أو مجازاتهم، تعبيراتهم بتحدف على الغزو والصراع. حتى يمكن لما لعيب كرة ياخد الكرة ويطلع جري كده ويجيب جول بتاع لوحده كده وبتاع، يقولوا ايه، غزوة عنترية أو هجمة عنترية. عنترة طبعا كان راجل مقاتل يعني. ولو تفتكر تعبير غزوة الصناديق، وهو القصد ايه، يحولوا الممارسة الديمقراطية في الانتخابات لغزوات، فدايما في غزو يعني. المهم، القصد يعني ده يبين خطر مسقفين الحشاشة الدينية، اللي هم أساسيين جدا في الباروسنتريزم. يعني هو الباروسنتريزم أو السيطرة الشديدة للرجعية الدينية، أو مركزية ماضي شبه جزيرة العرب بالنسبة لنا احنا هنا في مصر، أنشأ طيف كبير جدا من التنوعات البشرية، منها الدقنجية المباشرين زي شيخ الأزهر، ومنها الناس اللي هي يعني فيها نوع من التحوير زي مثقفين الحشاشة الدينية. كله شغال في شيطنة الحداثة وكله بطريقته، وهم بيشيطنوا الحداثة، سواء في تجربتها ناجحة في الغرب أو تجربتها المحبطة أصلا في مصر، والمحبطة برضه بالرجعية. يعني الرجعية هي اللي أحبطت الحداثة أصلا في مصر. وده كله على الأساس إنه غلط على الزلط والترقوة تزعل، بحيث إن البعرانة حلوة وهو الحداثة أحسن يحصل لك زي اللي حصل لعبد الشكور. ده المعنى يعني اللي بنحاول نوصله في حلقة النهاردة. واحنا عندنا شوية شواهد على ده. ان مثلا شوف شيخ الازهر لما كان بيتكلم انه اتمنى اعيش حتى ارى اوروبا تساوي بين الانسان الشرقي بالغربي. وهنا بمفهوم المخالفة القصدي ايه، انه احنا عندنا المساواة دي، بس هو الغرب ما عندوش، اوروبا ما عندهاش. طبعا ده مش صحيح. احنا عرضنا للتصريح ده قبل كده، لكن وقلنا مكوناته او ما وراءه من سمات الرجعيه الدينيه. كان عندنا فيديو سابق هنا حوالين المكونات الستين للرجعيه الدينيه. واحنا هنعمل سلسله انا وصديقي الفادي احمد اونلاين، هتبدا يوم الجمعه الجايه، حوالين الستين مكون من مكونات الرجعيه الدينيه. وهنحاول نعمل زي سلسله كده نناقش فيها هذه المكونات، منها هذا المكون الاساسي في الرجعيه الدينيه، انه الغرب ده هو العدو الأكبر والشيطان الأكبر، ولازم نفضل في صراع أبدي معاه.
فهنا زي ما احنا شايفين كده في مكون اساسي من مكونات التصريح ده، انه الغرب شرير وسيء. هو الرجعيه شغاله على كل المسارات. طبعا ده مش تصريح شيخ، مش تصريح رجل دين، ده تصريح رجل سياسه، ورجل سياسه ضحل التفكير كمان. فالضحاله دي يعني اساسيه في تصريحات شيخ الازهر وكلامه، وهو طول الوقت عمال يصدر هذا الكلام. اه يقول لك برضو الدراما العربيه ماشيه في طريق خاطئ بتقليد الغرب. طبعا يتفهم من ده انه تقليد الغرب حاجه وحشه، الغرب ده سيء شرير وحش. وهنا طبعا وكأن يعني اصلا الدراما، خد بالك بقول لك الدراما العربيه، لا المفروض ده راجل مصري يقول لو هيتكلم، يعني لو يقول الدراما المصريه يعني. بس هو وقال يعني انه ايه، اوكي الدراما يعني التمثيل ماشي، بس هو الرجعيه شغاله في مصر دلوقتي بعد ما احبطت محاوله النهضه والحداثه. الشغل دلوقتي شغال على مسارات تخريبيه متعدده، بعد بقى ما سيطرت تماما على العقل والحياه في مصر. فهي شغاله دلوقتي في استكمال السيطره وصولا للحكم السياسي يعني. وكل كلام السيستم ده كله مجند. احنا بنقول انه الرجعيه الدينيه عباره عن منظومه سياسيه استعماريه، ايديولوجي سياسي استعماري فاشي، وهدفه الحكم السياسي. بس طبعا يعني ده ابشع او افظع اشكال هذا الحكم، لانه شديد الرجعيه وشديد التوغل في حياه الانسان ومخرب. فدلوقتي المسارات التخريبيه للرجعيه الدينيه كتير، ومنها مسارات خاصه بالفن. يعني هو هدفهم القضاء على الفن في مصر، هو هدفهم القضاء على منجزات او بقايا جيوب منجزات النهضه والحداثه في مصر. من مكتسبات النهضه والحداثه في مصر شويه الفن اللي احنا ورثنا منهم ايه، بقايا بقى. دلوقتي عملنا شويه سينما، حبه ارث بقى اذاعي وتلفزيوني في فن التمثيل. وطبعا شيخ زي كده ما يعرفش يعني ايه دراما يعني، وبيستعمل الكلمه طبعا استعمال الشعب يعني. انما احنا دراما ما كانش فيه دراما بالمعنى الحديث يعني عندنا الا مع الحداثه. والدراما يعني الصراع يعني. اي قصه في الدنيا ممكن يبقى فيها صراع، بس يعني مفهوم الدراما يعني مفهوم مختلف يعني. وفي ما هو كوميدي وما هو تراجيدي او مأساوي في الدراما يعني. طبعا كلمة كوميدي ومأساوي لها معنى مختلف شوية يعني في القديم بتاعها أيام المسرح اليوناني. لكن عموما دلوقتي كلمة الدراما بتحدث عن المسلسلات. وطبعا هم شغالين في المسار ده في تخريب ايه الفن، والهدف ان احنا نوصل في يوم من الايام ليه، انه يبقى الفن ده في مصر ما عادش موجود ضمن بقى ايه مسارات التخريب المختلفة. واللي احد اسسها ان احنا نعمل بيننا وبين الغرب حاجز، لانه الغرب ده هو التجربة الانجح للحداثة، وهو ناجح بمركزية العقل اللي هو يعني العلم، يعني اساليب التفكير العلميه. حين الرجعيه الدينيه اللي هي اساليب التفكير الاعرابيه القديمه الخرافيه الملحقه بالمقدس او المحمله عليه او المقنعه به فاشله. بس هو يعني عاوز يبرمج الناس من خلال الالحاح واستعمال القداسه على اساس ما يشوفوش الفشل اللي احنا عايشين فيه. ولما يجي يبصوا على الغرب يبصوا له بالكراهيه اللي هو ايه، يتمنى انه ينظروا بها للحداثه عشان يفضلوا قاعدين في الرجعيه. يبقى يعني يبقى ايه، هم بقى الفقراء اللي قاعدين يبصوا للغني ويقولوا بص الحاجات الوحشه اللي بتحصل له. فعلا فعلا الفلوس مش كل حاجه يعني، الحداثه مش كل حاجه، نفس المعنى. طبعا هم شغالين على الفن دلوقتي، وفي مسار تخريبي فيه على السريع كده اوريك بقى يعني اخر اخباره. واتمنى اعرف اعمل حلقه في الموضوع ده يعني
يعني أمكن. لكن إحنا شفنا يعني أخبار زي كده. الشركة المتحدة لجنة خبراء ومبدعين لتطوير المحتوى الدرامي الإعلامي والدرامي. الرئيس السيسي أكد على أهمية دور الإعلام في الارتقاء بالمجتمع وتعزيز الهوية. شدد على ضرورة تقديم محتوى إعلامي يعكس القيم المجتمعية الإيجابية ويسهم في تشكيل وعي مستنير. طبعا كل ده هينتهي بفرض نوع من الوصاية الرجعية، خد بالك، على الفن. والمتحدة بدأت في تشكيل لجنة متخصصة للمحتوى تتولى وضع خطط وبرامج للإنتاج الدرامي والإعلامي، متابعة ورصد أعمال بهدف تحقيق رؤية واضحة للإنتاج قايمة على تحليل دقيق للواقع، مراجعة شاملة للأعمال المقدمة لتقييم نقط القوة والضعف وصولا إلى توصيات مدروسة، كله تحت هيمنة الرجعية الدينية. احنا شفنا انه القاهرة 24 نشرت ما يقال انه تحركات عاجلة لدراسة أزمة الدراما الوطنية للإعلام. طبعا هي ايه الرجعية بتشتغل ايه شوية بشوية كده يعني. احنا يعني مش ده موضوعنا قوي، بس يعني بالمناسبة انا جبت الحاجات دي يعني على السريع كده. مؤتمر بعنوان مستقبل الدراما في مصر الوطنية للإعلام، طبعا يرأسها المسلماني ذو العقل البعراوي. المؤتمر سيتضمن دعوة الكتاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس. سيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية. الحزب رفض اختصار وحصر الدراما المصرية في الجريمة أو البلطجة وحدها. حزب الجبهة الوطنية كلف أمان، مش عارف. يا الفن ده لازم يبقى حر، لازم يبقى حر حتى ولو أخطأ. يعني هو يعكس المجتمع ويتحاور معاه. إنك تحط قيود وتقول الكلام ده كله يعني مش هينفع. قيم ايه وبتاع، ده نفس فكره قيم الاسره اللي بيروحوا يطاردوا بيها بنات التيك توك، حاجه يعني مش نافعين كده، مش هينفع. هو المسار شغال يعني، بياخد اشكال مراوغه كتير وحاجات تبدو انها يعني جيده والنوايا جيده طبعا. ما بتصنعش يعني، مش هتوصلنا يعني. منسوب للرئيس برضو تصريح نسب الطلاق زادت ليه. العمل الدرامي لم يظهر ان السيده بتكافح مع جوزها. بيتها مش غالي قوي، لكن بيظهر السيدات بيوت غالية جدا وتلتين المصريين ما يقدروش عليه. فلما السيدة المشاهدة تلاقي بيتها مش زيهم هتكون مش راضية عن جوزها ولا عن أبوها. يعني ما أعتقدش يا ريس الموضوع كده خالص. بس هي الفكرة في النهاية إنه بتصب في يعني إحنا في اتجاه ماشيين في سكة إيه؟ في سكة إنه هيسيطروا على المحتويات التمثيلية. وهنشوف شوية بشوية شوية بشوية. اصبر. زي ما عملوا مع الدية، لو تفتكر ازاي حطوا. انا اشرت لده من بدري على فكرة يعني. يعني شيء ومن الحاجات اللي ازعل فيها في القناة ديت ان انا كنت قلت على حاجات من بدري. قناتي اللي هتتقفل دي او اتقفلت دي انا مش عارف اخشها طبعا. انا اشرت الكلام ده قناتي القديمة حسابي في جوجل اتعطل فانا ما بعرفش اخشها. فالمهم يعني انه من الحاجات اللي مزعلاني انه مع الوقت طبعا هيحذفوها. مش عارف اقول ان انا قلت اهو. شوفوا. فانت ممكن تشوف زمان قوي انا برضو اشرت الموضوع الدراما ده والمسار اللي احنا ماشيين فيه تراكم يوم ورا يوم. فانا قلت ان موضوع الدية ده في يوم من الايام هيحطوه في القانون. وحصل. حصل. حط في القانون فعلا. الشيخ عباس شؤمان وعلي جمعة وشيخ الازهر عملوا قانون ودخلوه عشان يبقى الدية في القانون. بقى دلوقتي في من اول اكتوبر بيقول لك اكتوبر 26 هيطبقه خلاص. تم اقراره عدى بكل مراحل التشريع بحيث انه فضل التنفيذ. هيبقى في دية يا باشا. ولما حد ياخد اعدام لو حصل تصالح مع اهل المجني عليه يبقى خلاص. فطبعا اهل المجني عليه يا اما يحصل اغراء بالفلوس يا اما ضغط. يعني اللي مش هيحصل له اغراء بالفلوس هينضغط عليه ممكن بشكل يمكن
طبعا وفي الصعيد مثلا بيبقى الموضوع عائلات بقى وبتاع، هم بيعملوا احتواء للأفكار والمفاهيم الدينية الرجعية العربية القديمة في القانون، في مسار تخريب قانوني. زي احنا في مسار تخريب للفن، مسار تخريب للاقتصاد، سياسة، كله شغال على كل مستوى، حتى على مستوى الكلام. إحباط المرأة، في مسارات متعددة وصولا للسيطرة على الحياة، السيطرة الكاملة الشاملة على الحياة. يعني مش مكتفين، يعني جشع، الرجعية جشع، الرجعية ما بتشبعش. فيعني يصح ان احنا نشير الى هذا، حتى ولو يعني عملنا حلقة نبقى نفسر ونقول، ما عملناش ادي احنا اشرنا. لكن آه، خلينا يعني، وطبعا قبل ما امشي برضو من النقطة دي، اتفضل اخر حاجة. واحد من العمم برضو طالع يرمي في الفضاء العام الفوقين دول، اللي طبعا ايه الشروق، حد بعراوي هناك التقط الموضوع، انشر يا عم. خطيب الجامع الازهر ها عاوز قانون لحماية اللغة العربية وتغيير اللافتات الأجنبية. شوف الكلام، خد بالك، احنا كنا سمعنا من فترة عايزين نعرب الايه، كل شوية برضه شيخ الأزهر يطلع له يرمي حاجة كده، هيوصلوا. أنا أهو وأنت أهو، أنا أتمنى أكون غلطان، بس أنا أهو وأنت أهو، مسار التخريب اللسان المصري ها بتحصل. طبعا وحصل تخريب شديد. أنا شخصيا يعني ما هو التعليم لعب في لسان تعبيرات، في بعرنة لغوية حاصلة من زمان، من زمان طبعا، 1400 سنة يا بيه. والشغل شغال، القرآن في كل مكان بيستخدم، طبعا بعرنة بيستخدم، والدين كله بيستخدم أصلا لتعزيز الاحتلال العربي لمصر، احتلال على كل مستوى، احتلال بماضي شبه جزيرة العرب، يستعملوا الدين لهذا الهدف، يستعمله الله ورسوله القرآن. والإرث ده كله بيتم إيه إقحامه على الحياة علشان خاطر الدنيا كلها تتبعرن ونفضل إيه محتلين. طبعا الموضوع ده عشان تقف تفسره تفهمه احنا محتاجين حلقة طويلة يعني. العربية لغة الوحي والهوية، والحفاظ عليها واجب ديني ووطني وقومي. يعني المسلمين في اندونيسيا مش مسلمين يا شيخ لحد ما يتكلموا عربي، والاندونيسيين يقول لك انا هويتي بقى ايه عربية. يعني ناس مش ممكن حملات قومية معاصرة لإضعاف اللغة العربية عبر الدعوة للعامية وإبعاد الأمة عن تراث، اللي هو إيه؟ أمة مين يا ابني؟ الأمة المصرية تراثها في مصر هنا، تراثها المصري هنا من أيام القدماء المصريين وما تلاهم من حلقات التاريخ. عندنا فترة كده عربية من احتلال، حاجة مقحمة علينا مش بتاعتنا. فهم القرآن مرتبط بإتقان العربية وضعف اللغة سبب لخلل في فهم النصوص الشرعية. يا عم روح. المهم يعني طبعا تحليل الكلام ده محتاج وقت. أنا كنت أتمنى إنه العلم ديت أصلا المفروض كلامها لا يلتفت إليه. دول آه، دول مجندين حتى ولو بلا وعي في السيستم المحتل، في عصابة الاحتلال بالرجعية بماضي شبه جزيرة العرب، عصابة احتلال تخريبي. شيء خطير جدا الكلام ده، لا لذوبان الأجيال في لغات أجنبية، والمبادرة الرئاسية لها من العربية دعوة حميدة وقيمة، طالب بتعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس وداخل الأسرة. اللي هو إيه بقى يعني العربي بقى ما بيشبعوش، العربي بقى 25% من درجة الثانوية العامة، الدين بقى النجاح فيه من 70%. يعني كمية بعرنة غير عادية. أنا كنت عامل سلسلة في القناة اللي فاتت بعنوان البعرنة الشاملة، وهنكملها طبعا، هنقول كمان، هنقول تاني وهنقول كمان. المهم يعني الفكرة بقى طبعا ده كله مش مش منفصل عن فكرة إحباط الحداثة.
هو يعني إحباط الحداثة في مصر كان أساس من الأسس اللي بنى عليها بعد كده. ما هي أصل مسار واحد يعني، هو حركة تاريخ يعني. المحرك الأول للتاريخ في مصر هو الرجعية الدينية، هيمنة الرجعية الدينية على العقل والحياة. يعني انت يصح ان حركه التاريخ في اي مكان تاني تكون باي شرط تاني، مش مشكله يعني، كل مكان له ظروفه يعني. تصوري ما ببص كده من ساعه ما جاء الغزو العربي مصر وعمل قطيعه معرفيه مع ما قبله، المحرك الاساسي للتاريخ عندنا هو الرجعيه الدينيه. طبعا كانت بتيجي ظروف خارجيه تغير بقى، بالذات ما بعد الايه، ال- الاحتلال او الحمله الفرنسيه، وبعدين الاحتلال الانجليزي، عملوا بعض التغييرات بس يعني تم احتواء الموقف. فالشغل اللي لسه شغال دلوقتي من البعرو سنتريزم في اطيافه ودرجاته المختلفه، بالذات الاعلام اللي هم يعني الدقنجيه المباشرين زي شيخ الازهر كده، احنا بينا يعني كلامه. احنا استطردنا شويه يعني في الدراما، بس حبينا نبين ان الموضوع اصل هو يعني في تكامل في العمل يعني. الغرب 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 الغرب، مثقفين الحشاشه الدينيه لهم طريقتهم بقى. ده خبر طلع يعني شبه ترند كده، ناس مهتمة بيه شوية، مش عارف محل يعني، يمكن يكون موضوع في تفاصيله يعني. آه، يعني لو انت مولود، البوست ده بتاع الاستاذ احمد علي بيقول لك لو انت مولود في بالم هيلز عمرك ما شفت شقة وفقرة والكلام ده، فيه مطعم قرر يعمل أجواء الغلابة، جاب مكوجي وعربية وبيقدم سندوتش فول على العربية وبطاطس، وتقدر تكمل تجربة لبس الفقراء. عاملين استندات عرض لبس زي وكالة البلح بالظبط، بس الجاكيت ب 900 جنيه مش 200 زي الوكالة، وكمان فتح في وسط البلد عشان تعيش التجربة، وتسقف بإيدك يجي واحد يقول لك أيوه جاي، ويحط لك كوباية الشاي ب 70 جنيه، سندوتش الفول ابو 52 جنيه، وترجع تقول لاصحابك زي ان تجربه الناس الفقراء دي كانت دي يوز تحفه. انا مش مع الفكر ده يعني، مش مع البوست. انا تصوري انه الناس شافت ان ده ممكن تبقى وسيله ترويجيه مناسبه تجذب الزباين. فيعني ايه الاشكال؟ انا مش عارف. ما انت بتلاقي في ناس بتعمل دي يوز في مزارع او بتاع، وتقول لك إيه، جبنه الفلاحي ولا مش عارف ايه الفلاحي، ولا مش عارف تعالى اسماعيلية تقضي يوم في مزرعة هناك مع المانجا ولا مش عارف ايه، وبعدين ويجيبوا حد من يعني لابس زي فلاحي يعمل. ليه لا يعني؟ عجلة ودايرة واقتصاد وترويج وبتاع. هنا طبعا النظرة هنا يعني نظرة يسارجية. احنا طبعا مثقفين الشاشة معظمهم ما كانش كلهم يسار راجل يعني. في عندهم اصلا الغرب بالنسبة لهم في مرض، يعني في كراهية مرضية للغرب، حاجة كده هوس بالكراهية. هو عموما السيستم الدين الرجعي قايم على الكراهية والغاز، خوف والكراهية والغاز. طبعا احنا قلنا مكونات الرجعية 60 مكون تقريبا، احنا قلنا 54 في الفيديو اللي فات، 60. بس انت في بنود كتير ممكن تبقى انساها، او بنود ممكن يحصل لها عملية تفصيل بعد اجمال او اكمال يعني. حتى البنود اللي هي مجملة هتلاقي فيه تفصيلة منهم مهمة وبارزة قوي. ما هو اصلا زي قلنا مثلا الرجعية الدينية عندها كراهية لتمثلات العقل في الواقع، فده بند ممكن يتقال فيه كراهية بقى ايه تمثلات العقل في الواقع. واحد الغرب، اثنين العقل او العلم اللي هو اكثر تمثلا في الواقع في الطب، وثلاثة فكرة الدولة كتمثيل الحداثة، الدولة الوطنية الحديثة لأنها بنت الحداثة الأوروبية أصلا. ف تقدر بقى، لكن هتلاقي إن والله فكرة كراهية الغرب دي أساسية أوي في الرجعية الدينية، فيبقى لازم تقول إن الرجعية تقوم على الكراهية في بند، وتحط كراهية الغرب في بند لوحده، لأنه يستحق ذلك. مع إنه
هو تفصيلة من مجمل إنه هذه الرجعية تقوم على الكراهية، كراهية كل مختلف، وبالذات المختلف الحضاري. الرجعية تقوم على كراهية المختلف الحضاري، سواء بقى قديم اللي هو مصر القديمة أو جديد الغرب. يعني الحكاية بتجيب بعضها أو بتكمل بعضها. فده خبر عادي، الناس تقول لك أنا إيه، هعمل مطعم أو كافيتيريا أتمثل فيها الأجواء الشعبية. طبعا هنا يقول لك إيه، الغلاب يعني مش ممكن يعني. طبعا من تمثل الأجواء الشعبية أن أجيب واحد ألبسه كأنه مكواجي مثلا ويقف ياكل. هو مش ده عمل يتقاضى عنه أجر، ولا هو جاي يعني عبد؟ يعني عايز أفهم، في فرق. وبعدين ده عمل لذيذ يا أخي. أقعد بقى أعمل كده والمكوى كده، المكوى القديمة، ويا سلام لو مكواجي رجلي بقى من زمان وبتاع، فول كلور يا أخي. بس لا، تلاقي بقى إيه، طبعا مثقف الحشاشة الدينية الكبير الدكتور خالد فهمي طلع على طول بمناسبة المكواجي. شوف بقى، فكر يعني موقف زي كده ايه اللي يخليك بقى تفتكر الغرب لما ما كنتش مريض بكراهية الغرب، وقاعد هو ده متربص مستني اي حاجة تحصل. عارف، لو ان حمارا تأثر في اسيوط لقال لك السبب الاستعمار الغرب، يا اما الاستعمار يا اما طبعا ايه، اي حد بيمثل الدولة الوطنية الحديثة. عشان برضه هي ايه، هي الكراهية الدينية الرجعية العربية القديمة اللي تأسس عليه، او الساكنه الكامنه في حشاشه الدكتور خالد فهمي، عبرت عن نفسها بالطريقه دي. هي بتعبر عن نفسها كتير طول الوقت على فكره. فاحنا يعني ايه، على قد ما على ما اسهم كده من وقت للتاني نجيب حاجه يعني عشان نتفرج. هو وغيره طبعا من اليسار الراجل. وهو فرصه، اول ما لقى يا عيني حاجه كده يشبط فيها، هوب هوب يجيب بقى من الغرب بقى. شوف زمان بمناسبه المكواجي، الاوروبيين البيض، الرجل الابيض طبعا لازم يقول لك الابيض البيض، مش عارف. الأوروبيين البيض كانوا يجلبوا أفارقة ويتفرجوا عليهم. دي صورة من باريس عاصمة النور 1907. يعني هو ده موضوع هنناقشه برضه يعني، بس وحصل يعني ليكن. بس يعني هل ده كل الصورة؟ يعني ده يعني هو ما فيش في الحضارة الغربية غير يعني انت ما بتلاقيلهاش، ما بتشوف لهاش غير الشر والسوء. ما فيش، هو كده يعني. يبقى بالنسبة لنا احنا هنا في مصر احنا قاعدين، الغرب لا لا لا، ده بتوع ده اللي كانوا بيعملوا مش عارف ايه. قال يعني احنا ما كانش عندنا عبودية زي كده يعني. البنت العريانة خالص دي، دي من العبيد، تصب على الراجل عشان يتوضى ويروح يصلي. اذا كان على العبودية بقى يا دكتور خالد، فاكبر امبراطورية في التاريخ استعملت الرق والعبودية وعملت تجارة عبيد هي، بما فيها فكرة الاغوات اللي هم بين قوسين خصيان اللي كانوا بيخصوهم يعني. هي امبراطوريه قريش الاستعماريه في تجلياتها المختلفه، بما فيها التجلي العثماني. هم التجلي العثماني، ما هو دول اتراك، دوله المماليك اتراك، بس ديت اتراك. المساله عندنا مش عرقيه، المساله عندنا ايه، فكريه. فده فكر اعراني اعرابي قديم، فكر رجعي. ودي امبراطوريه قريش الاستعماريه حتى ولو كانت واخده شكل عثماني. فاذا كان يعني على العبوديه والرق، يعني ما كان العالم كله فيه. والتجربه الاستعماريه للغرب في جانبها من حيث تجارة الرقيق، وكانت مرحلة وعدت، والناس اعتذرت عنها وغيرتها. وهم اللي عملوا أو قضوا على الرق. كان في إعلان حقوق الإنسان، هم اللي تزعموا فكرة إيه، القضاء على تجارة الرقيق في العالم.
فيعني عادي يعني، ما اشمعنى انت بقى تيجي تقول لاي حد من البحر سنتريزم الاسلام والرق والامبراطوريه قريش الاستعماريه كان فيها رق، يقول لك الاسلام كفر وانا بقى هو كده، هو بالعافيه. احنا طبعا كنا ناقشنا الكلام ده في القناه اللي فاتت، بس هنقوله تاني. احنا بنقول شعارنا في هذه القناه، هنقول تاني، هنقول كمان. المهم يعني، يعني الملمح الرئيسي اللي انا عاوز اقوله لك انه خبر زي فكره انه الناس عامله كافتيريا، عامله فيها اجواء شعبيه، من ضمنها ستاندات عليها يعني ايه، حاجات كده زي اللي بتيجي من وكاله البلح، يعني هدوم مستعمل، وفيها ناس عامله قهوه، وعيل لابس بقى زي القهوجي كده، زي طالع من فيلم عربي ولا من فيلم في حاره، ومكواجي وبتاع. لا ده يفكر على طول ايه الدكتور خالد، على طول بالايه، بالمنظر بتاع باريس 1905. طبعا هتلاحظ دايما الناس دي بتجيب ورا. طبعا هو ده تفكير سلبي، وفكره الكراهيه ديت ان انا اتعامل مع حد متفوق وجيد وجيد او شاطر. الكراهيه يعني طريقه سلبيه جدا. انا كنت مثلت دي بايه، طلبه في فصل. لو انا قاعد في الفصل ده في طالب متفوق جدا وشاطر جدا، مفترض ان انا لما ابص له باعجاب، واحاول اشوف نواحي تقدم عنده ايه او ميزاته ايه او بيعمل ايه عشان يتفوق، واحاول اعمل زيه. دي طريقه ايجابيه في التعامل مع الحاله. الطريقه السلبيه بقى ان انا اقعد اكره فيه واحسن بس ليه، واتمنى له الغلط، وبعدين لما يحصل له حاجه افرح فيه، او اعمل زي ايه الفقير اللي قاعد يقول لنفسه الفلوس مش كل حاجه، وبالتالي يطمئن للفقر اللي هو فيه، وبالتالي ما يتحسنش ابدا. فيعني بمناسبة بقى يعني الكلام ده، الأستاذ أرنست ويليام صديقي العزيز كان له تعليق أحب أقراه لك. الصورة الأولى بيتكلم على الصورة دي من صفحة الدكتور خالد فهمي، كتب عنها: الأوروبيين البيض كانوا يجلبوا أفارقة ويتفرجوا عليهم. دي صورة من باريس عاصمة النور 1905. الصورة الثانية قصده على دي لقطة لجارية طفلة عارية بشكل كامل، وهي تصب الماء لمالكها ليتم وضوءه ويذهب للصلاة. ده في تونس 1910. لو شفت الأوروبي الأبيض الوحش وبتحاسبه على شيء اعتذر عنه، بس انت مصر على انه ابن سيئة يعني، او فانت حر. بس بنفس المقياس ما شفتش التانية لنفس الفترة، بل لحد 1962 في السعودية كانت الجواري والعبيد وأسواق النخاسة، وإن اللي في الصورة الأولى هم اللي ارتقوا عشان ما يبقاش فيه لا صورة أولى ولا تانية. أقدر أقول لك إنك إنسان غير منصف، أقل ما يقال. أنا بقول إنه إنسان حشاشة، لأنه هتلاقي البروفايل الفكري بتاع الدكتور خالد دايما بيخدم الرجعية الدينية، ينتهي لدعم مراد الرجل. ف الفكرة انه هنا الدكتور خالد بيقول للفقراء اللي ما عندهمش حداثة: اوعوا الغرب الوحش، الحداثة بتاعته دي وحشة. عمالين شوفوا عشان احنا بنبص للغرب دايما بالكراهية اللي بيقولها اصلا شيخ الازهر، عشان تبقى عارف بقى ازاي الخطاب مثقفين الحشاشة الدينية اللي زي الدكتور خالد فهمي. وهوريك انا دلوقتي نموذج للدكتورة مونيكا حنا، ازاي هذا الخطاب بيدعم استدامة الرجعية الدينية في سيطرتها عليه. هم شاءوا أم أبوا، أدركوا أو لم يدركوا. أنا شخصيا قلت وهم شافوا اللي احنا قلناه، مش أنا لوحدي يعني، ناس كتير قالت. فإحنا بنقول هم شافوا اللي احنا قلناه وما زالوا على ما هم عليه. فإذا بقى أصبح الموضوع دلوقتي اللي ما كانش واعي بيه بقى واعي بيه.
فيبقى هو بقى كده ايه، نقدر نحاسبه بشكل انه فعلا يدعم المراد الرجعي، طالما هو مستمر على ما احنا نبهناك وقلنا لك انه اللي انت بتقوله ده هو يتماهى او آه، يدعم المراد الرجعي، او يتشابه بالظبط، او كانك بتساعد بالظبط اللي بيقولوا كل العمم والدقنجيه المختلفه بنفس بدرجاتهم واطيافهم. نكمل بقى يعني الفقره الصغيره ديت لمقاله الاستاذ ارنست ويليام، بيقول لك ملاحظه صغيره: لا يوجد حتى بين اقصى اليمين المتطرف في الغرب من يمكن ان يبرر اليوم ما كان يحدث من قلب البشر او اصحاب العاهات ووضعهم في برك للفرجه، بينما عندك في الشرق من اليسارجيه الحشاشجيه يعني، واصحاب العقده من المركزيه الغربيه اللي وصلت الهوس بانهم ينتموا لثقافه اشخاص في حاله حنين لعوده الصوره الثانيه وما ملكت ايمانكم والسبايا لهم احتياجات. يعني انت في الغرب مهما كان التطرف مفيش حد يقول نرجع تاني نجيب البشر ونحطهم عشان نتفرج عليهم في الاقفاص يعني. في حين احنا عندنا هنا ناس بتقول لك السبايا لها احتياجات ونفسها ترجع الملك اليمين. نشوف بقى يعني لون اخر من مثقفين الحشاشة الدينية ازاي بيدعموا الرجعية الدينية بانهم يأكدوا الكراهية للغرب، او عندهم مرض الكراهية، مرض كراهية الغرب. ونموذج اللي معانا النهاردة الدكتورة مونيكا حنا، واحنا كنا يعني اشتغلنا عليها فترة كده الفترة اللي فاتت بعد ما طلعت للسنة على الكمية. اتمنى يعني تكون اتعلمت من الدرس ده، وانا ملاحظ انها بطلت تجيب سيرة الكمية. آه، الحقيقة انه الكمية ده مجرد مصطلح لفكرة القومية المصرية، فكرة انه مصر مصرية بس، ببساطة كده زي ما فرنسا فرنسية وايطاليا ايطالية وخلاص. لا ينبغي ان تمسخ الهوية الوطنية او تذوب او يتم امتصاصها داخل اي هوية خارجها، سواء قيل عليها عربية او اسلامية. لكن الدكتورة مونيكا يعني برضو نفس الفكر الدماغ بتاع الدكتور خالد فهمي، حتى انا ما كنتش اعرف انها مرتبطة الحقيقة للاسف يعني. فكنت بقول يعني نجوزهم بقى لبعض، الدكتور خالد فهمي والدكتورة مونيكا حنا، علشان نخلص. بعدين يا اخي اكتشفت انها مرتبطة، متجوزة ايطالي، رجل ابيض استعماري كولونيالي. عقدة اليسار واليسارجية الغرب، الرجل الابيض ده دايما يقول لك الرجل الابيض، تفهمش يا اخي، مش عارف انا ايه الكراهيه دي. قالوا البياض احلى ولا السمار احلى، قلت اللي شاريني جوه العيون يحلى. من الحاجات بقى اللي ماشيه بقى الدكتوره مونيكا حنا قالتها في كذا بودكاست، كل ما يستضيفوها في كل حته تقول البق ده، البق ده اللي قصه احمد كمال باشا مش مجرد قصه موظف اتظلم، دي قصه اقصاء ممنهج لاول مصري يحاول يدرس دراسه. الصراع بدا مبكرا جدا. يعني الكلام ده فيه قدر هائل من مش عاوز اقول يعني. المهم يعني، واحد المنع التعليم. لما كان طالب في مدرسة اللسان القديم أوجست مريد مدير مصلحة الآثار وقتها، كان عنده شك كامل في أن أي مصري كان عنده شك كامل في أي مصري. مريد منع الطلاب المصريين صراحة من دراسة ونقل نصوص اللغة الهيروغليفية. كان الهدف واضح، وهو منع المصريين من امتلاك مفتاح علمهم لضمان استمرار الهيمنة الأوروبية على المناطق. شوف برضو نفس المنطق وكراهية للغرب. هو طبعا التجربة الاستعمارية لها أخطائها، ومحدش مع الاستعمار ولا الاحتلال، لكن برضو النظرة بتوازن جيدة، إن يبقى في أصلا في حاجة اسمها آثار يهتم بيها يعني. ومين اللي أو إزاي يعني، أو إيه اللي خلى فيه نوع من الاهتمام بالآثار وبحضارة مصر القديمة وفك رموز اللغة المصرية القديمة بالكتابة الهيروغليفية يعني.
مين؟ ما هو الحضاره الغربيه. الحمله الفرنسيه جت مصر، اكتشف حجر رشيد وفك الرموز. تيجي بقى الباروسنتريزم بدرجات، ومنهم الدكتوره مونيكا حنا تطلع تقول لك ايه، آه، ونابليون جه وقتل 50 واحد وهو جاي مش عارف منين، فين ما احترم، ما حمله عسكريه واحتلال، ما هيقتل. واحنا ما بنقولش ده حاجه كويسه يعني، حاجه وحشه فعلا، بس يعني معلش يعني ما هي قالت على مثلا رشيد مدينه عثمانيه، شايفه وعادي يعني. والاحتلال العثماني مفيش مشكله، بس الاحتلال العثماني لما جه مصر مصطلح القاهره 3 ايام قتل وذبح وسرقه ونهب والكلام من بشهاده واحد من اعلام الرجعيه الدينيه، آه، الجبرتي ولا المقريزي ولا حد كده يعني، ولا النجوم الزاهره، انا مش فاكر. خشوا في بعض في القعده. المهم يعني انه الناس متبرمجه برمجه غريبه، في مرض يا جماعه اسمه مرض الكراهيه، من كراهيه الغرب، وكمان عدم نضج. يعني ما يعني اجيب من قديم يعني وانقي منه البتاع واضخمه واحطه قدام الناس، وعشان خاطر ايه الجماهير تفضل بقى عندك تبص للغرب بقى، الرجل الابيض الرجل الابيض شرير وحش. إيه يا جماعه في ايه؟ مش ممكن يعني. ودي التجربه، هي التجربه هنا لو صحت او اصلا ممكن ما تكونش صحيحه على فكره، بس خليها صح. ما عادي يعني واحد خواجه جاي من بره، ما جايز، ما هو يعني كان منتشر يعني التعليم عندنا منتشر، الناس الجاي ما عادي يعني، وارد جدا تحصل خلافات عمل، مدير يضطهد واحد عنده، خليه يا اخي كان عنصري وحش يعني، بس هي المجمل التجربه ايه؟ كله كان كده يعني. امال ايه كلود بيه ده ولا ايه؟ سليمان باشا الفرنساوي، ولا ناس كتير خدمت يعني في مصر وقدمت خدمات جليله، بمن فيهم الاثريين، الناس اللي اكتشفوا الاثار المصريه وحافظوا عليها. بعضهم كان عنده اغراض شخصيه، بعضهم كان انتهاز، حصلت سرقه للاثار، احيانا شراء. واحنا اصلا ما كناش ضد انه الاثار، لان احنا ما كناش عندنا الوعي، احنا اكتسبنا هذا الوعي من الحداثه، من الناس دي علمتنا انه والله الاثار دي عظيمه ومهمه، على 1900 حاجه و80 على ما طلعنا قانون تجريم تجاره الاثار. فيعني مش عارف، انا لازم اجيب ورا وافضل اعمل احزق يعني، اشوف الكلام والتفسير بقى الايه المغلوط للموضوع، المنع التعليم. انه احمد كمال باشا، احمد كمال باشا ده من عظماء، الراجل ده واضع قاموس عظيم كده للغه المصري القديمه، بس ده موضوع تاني يعني. المهم يعني ف اوجست مريض مدير مصلحه الاثار وقتها، هتلاقي اللي انشا مصلحه الاثار انا مش عارف بصراحه، بس غالبا هتلاقيهم برضو آه، هذا المريض ولا هذا الاحتلال يعني. كويس انه عمل مصلحه اثار، وهذا هو الدائم والجوهري والمستمر. انما يعني ايه حجر رشيد اكتشفوا الفرنسيين كانوا واخدينه عشان سارقينه وهم ماشيين، وبعدين ده كلام الدكتوره ملك حامد، بعدين الانجليز طلعوا عليهم، فشيخ المنصر سرق الحرام، ها ظريف خلاص، ظريفه خلاص، اللي هو ايه يعني. اه طب ما ماشي كويس، وبعدين سواء يعني لما كانوش عملوا كده اصلا، لما كانش الفرنسيين طلعوا حجر رشيد ولا اهتموا بيه، كان فضل مكانه، كان زمانه راح أصلاً. ما كانش حد انا يعني عندي انه يكتشفوا الحجر وياخدوه معاهم، ويحصل اكتشاف ل او فك لرموز الكتابه الهيروغليفيه، وتتكشف اسرار الحضاره المصريه القديمه، افضل من انه يفضل الحجر مرمي ومحدش ياخده. هو كان حد هياخده يبني بيه في جامع، في ولا في اي مبنى وخلاص، او يروح في داهيه وخلاص. ف يعني مش عارف، مفيش انسانيه خالص، في نوع من الحز يا اخي. وهي قاعده في الغرب يعني إيه، كتابتها بالانجليزي اصلا وشهادتها من اكاديميا غربيه، وللاسف الاكاديميا ديت مليانه بايه، بالناس اللي بتقول لنفسها الفلوس مش كل حاجه، الحداثه مش كل حاجه،
او الحداثه فيها حاجات وحشه، او تجربتنا فيها في الحداثه وحشه، هم بيعملوا نقد للمسيره بتاعتهم، بيقولوا لنفسهم احنا وحشين والله، كنا بنعمل حاجات وحشه في الاستعمار، احنا ما كانش ينبغي ان احنا ناس طب كويس. انا بقى جاي واخد الكلام ده واعيش بقى احطه في السياق بتاعنا، يبقى ايه؟ تضخيم للحاجز بيننا وبين الحداثه اللي احنا اصلا احنا غرقانين في بول البعير، عاوزين نطلع يا جدعان. لا، ايه قاعده بقى ايه الشغل اللي حضرتك شايفه ده؟ وحش مراوغ جدا، ودي نموذج غايه في الخطوره، اصلا ست ومسيحيه يعني. انا شرحت الحكايه ديت يعني اكتر من مناسبه، لكن يعني حبيت اجيب المقاله ديت عشان في اطار هذه الفكره، فكره الكراهيه للغرب، انه بيحصل لها تضخيم بشكل غير عادي لاهداف واغراض خطيره، في النهايه تدعم المراد الرجعي في استدامه هيمنه الخرافه العربيه القديمه على العقل والحياه. كمل يا دكتور. تقول لك التطهير الوظيفي، هو للاسف الناس دي بتمتلك قدره على الرطانه. تطهير الوظيفي بعد سنين من المحاربه دي، بعد ضغوط كبيره، احمد باشا كمال بيتعين في مصلحه الاثار، تعين اهو، ولكن بنلاقي مذكره كمال باشا في 28 اكتوبر 1894، شو عماله تتكلم في 1894، سياق تاني وتاريخ تاني وزمن تاني، ما تعرفيش الظروف ايه، بس هي عمليه انتقاء زي اللي عمله الدكتور خالد فهمي في كتبه بقى، كل مؤلفاته بالشكل، عباره عن منظومه ضخمه من الاكاذيب والتدليسات والانتقاء، حاجه بشعه يعني، كراهيه 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 كراهيه. ايه يا جماعه في ايه؟ حبه حبه انسانيه، شويه بياض، ايه السواد ده كله؟ السواد والبياض، احنا وارثين هذا الفكر في الرجعيه الدينيه. السواد رمز للشر والسوء، والبياض رمز للحلاوه والجمال. واحنا للاسف طبعا ملوثين بالفكر. المهم، تعبيرات يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، خلاص 1400 سنه هيمنه على العقل، صياغه للغه، فانت تلاقي نفسك وسط الكلام بتقول. المهم يعني، مذكرة أحمد كمال باشا في 28 في 1894، الوثيقة دي بيحتاج كمال على مؤامرة بيقودها المدير الفرنسي الجديد لتعيين أوروبي أقل خبرة مكانه، بالرغم من إن كمال كان أقدم وحق، كان بيذكر إن عنده 21 سنة في الخدمة، غير إن الراجل الفرنساوي والده تاجر آثار. لكن الأهم هو صوت باشا أحمد باشا كمال في المذكرات. ماشي ماشي يا أحمد باشا كمال، أنا شخصيا أبقى منحاز لأحمد باشا كمال في حاجة زي كده، بس إيه بمنطق شخصي، يعني بمنطق اللحظة وخلاص، انما يعني مش بمنطق الكراهيه اللي واضح جدا في طريقه الدكتوره مونيكا حنا، من بعر بعرها من الناس زي الدكتور خالد فهمي ومن شابه. كمال لم يطالب بحقه الشخصي فقط، بل طالب بحق الامه كلها. لخص المشكله في الجمله التاريخيه الاتيه، التاريخيه دي: رابحة أن المتحف وطني، وأن البلاد المصرية محرومة من معرفة الآثار وعلومها. الجملة دي بتثبت إن الصراع كان على المعرفة والملكية مش على وظيفة. ولما فشلوا في إقصائه مهنيا، قاموا بإقصائه أكاديميا، ومسحوا اسمه من كتب التاريخ لفترة طويلة، ومحطوهوش في كتاب هو إن إيجيبتولوجي. مسؤوليتنا إحنا كباحثين كمصريين إن نرفع الظلم ده، وندرس أحمد باشا كمال على إنه القامة الحقيقية اللي أسست مدرسة المصريات المصرية. و وعقلاه وبعراه. ليه بقى احنا ماسكين في تاريخ عدى عليه 130 سنة؟ ايوه ليه؟ ليه يا دكتورة؟ ليه يا دكتورة؟ لأن استمرار تلك الاستعمارية في إدارة التراث المصري اليوم عبر الإبقاء على هيكل مركزي وإقصائي يقدم الأولوية للقيمة الاقتصادية السياحية للآثار على حساب الحق الوطني والثقافي للمصريين. الناس مشوا مصر هنا بقالهم كام سنة وانت غرقان في الرجعية الدينية، والرجعية الدينية بتبص أصلا للآثار إيه والمصر القديمة إزاي أصلا يعني، اللي أنت بتدعميها دلوقتي بإنك
كالرهينة في الحداثة، شيء مفيش خالص، مفيش وعي خالص انا بعتبر الدكتوره، انا اسف والله يا دكتوره لو كنت بتشوفني أو حد قال لك يعني إيه، ست غلبان يعني، معلش انا اسف، تفكير ضحل. يعني ما تشوف كده تقيس الكلام، هو طبعا هي حفظت الكلمتين بتوعها، الكلمتين اللي اتشطرت في انها تجاوب كويس عنهم في الامتحان، وخلاص بقى اتدكترت وراحت قالت البقين اللي لازم يتقالوا في الاكاديميه الغربيه، وبالتالي هترحب بيها على اساسهم هناك، ويتفتح لها على اساسهم الابواب، وتاخذ على اساسهم الشهادات، وتستضاف على اساسهم في السي ان ان ونتفليكس وما الى، لانها هتقول البقين اللي عايزينهم، اللي هم عايزينها تقول. وهم دي عايده على ايه بقى؟ اليسار الاكاديمي، اليسار الاوروبي اللي هو بيعمل نقد لذاته ويشوف اخطائه فين. بس احنا بالنسبه لنا الموضوع مش كده. وبعدين كمان في الحقيقه اذا كان للاحتلال في مصر ايجابيات وسلبيات، بالنسبه لنا في المرحله دلوقتي لما نبص هنلاقي ايجابيات اكتر من سلبيات. انا لو انا عايش في الاحتلال ممكن اقول لك السلبيات اكتر من الايجابيات، بس دلوقتي بعد ما مر الزمن والحاله هديت وبقينا خلاص مشوا الناس، تم اجلاء الاحتلال من مصر، خلاص بص بقى في الموضوع بشكل ايه، هادي وعقلاني ومجرد من العاطفه، او ما فيهوش الايه، العواطف المشتعله. وطبعا الاشتعال العاطفي اداه تفكير من قوالب التفكير الدينيه الرجعيه العربيه القديمه، والكراهيه اصلا من هذه القوالب. وهذه الطريقه السلبيه في التعامل مع المختلف المتفوق الحضاري هي طريقه سلبيه. الطريقه الايجابيه اللي عملها اليابانيين، اللي عملها الصينيين، اتعاملوا مع الحضاره الغربيه بشكل مع الحفاظ برضو على فكره المصالح. يعني لو تناقضت المصالح بيني وبين اي كيان سياسي في الحضاره الغربيه، بتعامل معاه عادي بقى بالمنطق بتاع المصلحه، اقدر باخد اللي اقدر اخده، وما بقدرش بتفاوض وهكذا. لكن لا احنا لازم نفضل متشنجين، بندور على اي حاجه عشان نهري ونحزق، يعني شو ممكن. وبعدين شوف اللفه ليه بقى ان احنا ماسكين في حقام ايه يا دكتوره، احنا عمالين يعني ايه ريتروسبكتيف فيو، دايما ريتروسبكتيف كده. ما هو هتعيش بقى، لأن استمرار التركة الاستعمارية في إدارة التراث المصري اليوم عبر الإبقاء على هيكل مركزي وإقصائي يقدم الأولوية، هيكل مركزي وإقصائي يقدم الأولوية للقيمة الاقتصادية السياحية للآثار على حساب الحق الوطني والثقافي المصريين. هو إحنا ما ينفعش الاثنين؟ إحنا محتاجين فعلا القيمة السياحية والأثرية تزيد والاقتصادية تزيد، في الوقت نفسه نحافظ على الحق الوطني. إيه يعني إيه المشكلة يعني؟ هي بتصنع مشكلة من لا شيء، بس عشان خاطر يعني إيه بقين اللي حافظهم بقى. ويظهر هذا الإرث جليا في الممارسات الحديثة، فإغلاق منطقة أهرامات الجيزة. شوف بقى إغلاق منطقة أهرامات الجيزة أمام المصريين في شم النسيم حصل في 2006. يمثل استمرار اللهجة. هو غالبا في مرة من المرات لقوا الممارسات زادت، يعني المصريين تعرف احنا يعني ما عندناش برضو يعني احترام كبير قوي يعني، بعض الناس عملت فأخذ القرى حاجة يعني ما هيش دايما، يعني مش دايما مقفولة الأهرامات، منطقة الأهرامات قدام الناس، وياما تركت العشوائيات، حصلت بقى حاجات احنا عارفين يعني. لكن انا لازم انقي حاجات وافحصها واخررها دم عشان تنز كراهية كده، ويبقى ايه الكلام مبرر بقى. وابقى ايه اصطف مع شيخ الازهر وكافة البعروية في احباط تجربة الحداثة في مصر، او تأكيد إحباط هذه التجربة، وعشان نفضل زي ما احنا كده. آه. استمرارا لنهج الاحتواء الأجنبي الذي كان يمنع أحمد كمال باشا من دراسة آثاره. أنا مش عارف الرابطة دي بتاع 2006 ترجع يعني 2006 يعني مش عارف يعني، مش وبالعافية
يعني بالعافيه بتعمل العلاقات دي بالعافيه. وبالمثل فإن فكرة تحديد كوتا أو حصة محدودة لدخول المصريين إلى المتحف الكبير جيم أو تسعير التذاكر بطريقة تجعل الزيارة عبئا تعكس النظرة التي تعتبر المواطن المصري جمهورا ثانويا أو مصدر إزعاج محتمل للمشهد الدولي للمتحف، بدلا من كونه المالك الأصيل، مؤكدة بذلك أن المتحف وجد لخدمة العملة الصعبة والخطاب العالمي قبل أن يخدم الأمة التي تحتضن هذا التراث وعين الظلم الذي احتج عليه كمال باشا في مذكرته 1894 حين قال: مصر محرومة إنها تعرف أثرها وعلومها. وثيقة رقم كذا، دار الوثائق القومية. طبعا زي الدكتور خالد فهمي بالظبط، يروح ينقل ايه الوثائق اللي على والمزاج والهوى واللي يخدم الايه الايديولوجي السياسي الاستعماري الاعرابي الراسخ والمقيم في مصر، واللي عاوز نفضل بعيد عن الحداثة الأوروبية اللي لو وصلت لنا هيبقى فيه بقى وعي بقيمة الآثار وبأهميتها ثقافيا واقتصاديا سياحيا. ايه المشكلة برضه؟ لكن تشنجات الكراهية ورطنات واشتغالات وقال يعني الوطنية بقى مقطعة نفسها. يعني مش عاوزين نتكلم يعني على البعد الشخصي، خلينا في البعد الفكري يعني. وطنية مقطعة نفسها وبتكتب بالانجليزي وبتنشر بره وكده يعني. وكل الرطانات اللي بيعملها الشاشجية دول زي الدكتورة مونيكا وخالد فهمي، هو جاية كلها من الغرب برضه. يعني هم عايشين في الغرب بياكلوا من خير وعايشين في شهادات وفكر، وكلهم طبعا بيعيدوا الكلام بتاع ادوار سعيد، عايشين منعزلين عن السياق اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. يا جماعة يا جماعة احنا عندنا تناقض رئيسي خطير جدا. هناك رجعية دينية خطيرة جدا فعلا وصلت في الحكم في فترة معينة. الإخوان وصل في 2012 وبيحرجموا ومصرين، وفي أدوات كتيرة وتشكلات كتيرة، وفي أزهر متربص، وفي سعي مستمر للإجهاز على بقايا الحداثة في مصر والوصول إلى السلطة السياسية، وعملية تخريبية معقدة ومركبة وعلى مسارات كتير. وإحنا أهو أشرنا في الحلقة ديت لبعضها. فوق يا إخوان، مفيش. لا أنا إحنا واخدين دكتوراهات عايشين في الحاجات دي، هنفضل بقى كده إيه مستريحين في الليلة دي. فبالنسبة لهم طبعا أنا راجل يعني بهرتل، مش مشكلة بقى، إحنا نقول له حقنا، الحق في الهرتلة بقى والحق في الهبد بقى. نقول رأينا ومش مشكلة بعد كده أي حاجة. دي تدوينة من الأستاذة نجوى حسن. بتقول لك دكتور مونيكا بتعرض في البوست أحد أمثلة على اضطهاد رجل علم المصريات الأوروبيين في الفترة دي للفقراء المصريين، وذكرت مثال الأب الروحي للمصريين في مجال المصريات أحمد كمال باشا. بالرجوع للسيرة الذاتية لأحمد كمال باشا، هو من أصول عثمانية بالتحديد من جزيرة كريت، لكنه ولد في القاهرة، لا اعتراض أبدا على هويته المصرية. طبعا احنا مصرية المصري ليست مسألة أصوله جينيا إيه. مصرية المصري ده موقف قانوني وكمان تربية وثقافة. المصري بيتولد في مصر وليس له وطن آخر وعاش في مصر، مصر مع الجنسية المصرية منتهية. ما علينا. بس لكن الفكرة الأساسية إن محاولة تصوير الموقف على إنه كان اضطهاد من الأوروبيين والرجل الأبيض لأصحاب الحضارة الحقيقية من علماء المصريين من علماء المصريات المصريين غير دقيق. أعتقد الفترة اللي بتتكلم فيها الدكتورة مونيكا في مصر كان صراع نفوذ بين بقايا رجال الحكم العثماني والأوروبيين. المصريين نفسهم من غير الأصول العثمانية كانوا في الفترة دي بيعانوا من التمييز والاضطهاد من أصحاب النفوذ والثروات والمقربين من الحكم من كل أنحاء الدولة العثمانية، ترك، شركس، ألبان. فالحقيقي، هل تصوير الأمور بهذا الشكل محايد ومتجرد ولا متأثر بأيديولوجي؟ وليه المحسوبين فكريا على التيار الإسلامي أو اليساري مش بيشوفوا فترة الاحتلال العثماني لمصر كاستعمار، وهي مصطلح الاستعمار لازم يكون شرط من الرجل الأبيض؟ لأني حقيقي أخشى أن أكون
متجنية أو أسأت فهم الكلام. لا، هو ما أسأتيش فهم الكلام يا أستاذ نجوى حسن، هو بالفعل بالنسبة للدكتورة مونيكا وبالنسبة للدكتور خالد فهمي عاشق الإمبراطورية العثمانية. وهي من عشاق طبعا العثمانيين. وفي مرة من المرات كده إيه في وسط الكلام قالت لك إيه: رشيد المدينة العثمانية الجميل. اوعى العثماني يا حوش العثماني ده يقع منك. إيه يعني هو أنا حاولت يعني أدي صورة كده لهذا الحلف يعني إذا جاز التعبير، أو هذا التناغم أو الهارموني اللي حاصل ما بين أطياف الباروسنتريزم، سواء بقى عمم دقنجية بأشكالهم وأطيافهم أو حشاشجية. في نقطة من نقط الاتفاق الأساسية عندهم، هم أساسيا بيتفقوا على النقط الآتية يعني، وهم كفاية يعني واحدة فيهم بس: كراهية الغرب. كراهية بقى متشنجة وانفعالية ولا حل لها يعني. كل واحد بقى بيعبر بطريقته يعني على حسب يعني الفكرة يعني. التصريحين اللي احنا جبناهم من الشيخ الأزهر دول مش هم يعني كل حاجة، ده هو عنده منظومة متكاملة من الكراهية اللي ضد الغرب، يعني حاجات من دي. ده يا دوبك يعني لحسة من قعر طبق الإله. ده كتير، ده طول الوقت يعني طول الوقت عمال إيه يهبط تصريحات بالشكل ده كلها كده يعني. إيه هذا البعد السياسي. واحنا كنا عرضنا في القناة اللي فاتت فيديو له وبقول لك ايه هجيبه واعمله تاني. شعارنا في هذه القناة هنقول تاني وهنقول كمان. ف يعني ما بيبطلش وبيقود الجرمة بقى يعني. كله بيقول كده، كله شغال شغال. الغرب ده شيطان وحش شرير. احنا كنا عندنا سلسلة في القناة اللي فاتت بعنوان عقدة الغرب تعالى الرجعي. قلنا بنود العقدة دي أو نقط الكتير للعقدة، وهي نقط كتير فعلا. فكراهية الغرب ليها كذا عنصر، منها انه مثلا علماني، انه حضاره ماديه، انه استعماري، انه صليبي، انه عامل مؤامره كده يعني. الموضوع في تركيب يعني برضه، او في جوانب كتير. فهو طبعا هنا يعني مثلا بيحط ده على ده عشان خاطر هو عنده مسار تخريبي في الفن فيلا، والكراهيه للغرب معانا يلا شغل بقى وشغال. وبرضه بيقحم نفسه على الحياة، هو المفروض رجل دين، هو ماله بالكلام. بس طبعا هو قاعد زي وصي رقيب ولي أمر بيراقب الأحداث يعني. وبيساعده بقى الحشاشجية أمثال الدكتور خالد فهمي والدكتورة مونيكا حنا بطريقتهم، وكل من موضعه، وكله بيساهم في إحباط الأمل في الخلاص من الرجعية، وبيساهم في مسار البعرنة الشاملة اللي حاصل في مصر دلوقتي، وهو مسار تخريبي خطير. وانا بنبه له حقيقي يعني. مش هزعل ابدا لو طلعت غلطان، انا فعلا اتمنى اكون غلطان. إيه، المسيرة مستمرة وهنقول تاني، هنقول كمان. وده اللي عندنا النهاردة، واشوفكم بخير.